ازاي تستعيد شغفك للمذاكره. الفيديو ده هيحل لك الموضوع، ووعد مني. اولا كده في حاجه بديهيه انا مش محتاج اتكلم فيها لانها حاجه بديهيه. صلاتك وقربك من ربنا وعبادتك ده حاجه اساسيه. فلو انت مقصر في حاجه من ديت انت عرفت المشكله فين. حاول تكمل الجانب ده وربنا هيديك في المقابل راحه نفسيه وراحه بال وشغف. لكن انا اتكلم دلوقتي لو انت ملتزم في كل حاجه لكن للاسف شغفك للمذاكره انتهى. وانا وانت عارفين ان الفتره بتاعت نهايه السنه اللي هي بتاعت شهر 5 وشهر 6 وشهر 7 فتره الامتحانات، وحرفيا امتحانات ثانويه عامه، امتحانات فاينل للكليات. اللي عاوز يحضر لاي حاجه في الفتره ديت بالظبط. فانا محتاجين نعلي السبارك بتاعنا اللي هو المنحنى بتاعك اللي كان بادئ من اول السنه كده نزل. هو دلوقتي في القاع، احنا عاوزين نعلى من ايه؟ نعلى بيه. اول حاجه يا جماعه، وبجد يا جماعه مش بهزر، بس انا هعرفك دلوقتي خطوات كتيره جدا، يعني الخطوه اللي انت بتعملها ديت ما فتش معاك هتلاقي الثانيه الثالثه هتحل الموضوع. اول حاجه، انا كعبد الله اول لما احس ان انا جالي ملل من حاجه معينه بجيب قلم جديد. شفت كميه البساطه، بروح كده اخد فلوس واروح اجيب لي قلم جديد، كشكول جديد، نوته جديده. اشوف تطبيق لمذاكره جديده. وهنا نيجي النقطه كمان جايه كمان شويه، لكن بمعنى الحاجه البسيطه اللي انت بتجيبها جديده دي بتحفزك، زي مثلا اجيب بلانر اخطط فيها اليوم بتاعي وعارف انا هعمل ايه واظبطه، دي حاجه بتحفزني. فحاول تجيب حاجه جديده في يومك كده وممكن تغير لك المود بتاعك. تاني حاجه وهي التطبيقات بتاعت الدراسه. انا لو هذاكر كميه معينه من الوقت مثلا انت هتحس بالملل. زي مثلا والده صحي دلوقتي، انت تحس بالملل. فانت عاوز حاجه تحفزك على المذاكره، وهنا اشجع لك تطبيق اسمه فورست، يعني ممكن تكون سمعت عنه، FOREST. فورست. في حد بعت لي مسج دلوقتي. هتنزل التطبيق ده وهتعمل مثلا هتعمل سيشن لمده، وبتزرع شجر اللي هو لكل مثلا تقريبا 30 دقيقه بتزرع شجره. وهكذا انا مثلا كعبد الله في المتوسط في اليوم بعمل 10 شجرات، ونفضل تنافس مع نفسك كده، لو انت امبارح زرعت كام شجره وهكذا. التطبيق ده ممكن يغير مودك شويه. تطبيقات للمذاكره. وغير كده اكتب بس افضل تطبيقات للمذاكره على اليوتيوب وهتلاقي تطبيقات كتير، بس انا ارشح لك فورست. ونزل تطبيق يقفل لك السوشيال ميديا على التليفون. وفي تطبيقات كتير ممكن احط لك في الوصف اللي هو يقفل السوشيال ميديا. ده حاجه هتفيدك برضك. تالت حاجه وهي حول شغفك لالتزام يا ذكي. بمعنى ما تخليش شغفك يحركك للمذاكره. كعبد الله مثلا بدات اليوم بتاعي وحاسس ان انا ليا نفسي اذاكر فذاكر. لكن لو بدات اليوم وانا مش ليا نفسي اذاكر خلاص اجل المذاكره. لا. لو انت عرفت تحول النقطه من انك شغفك يحركك للالتزام بجدول وحاجه والتزام، يعني بمعنى صح، من باشون لديسيبلين، الالتزام وكوميتمنت ده حاجه تانية، دي ليفل تاني انت تخش فيه الالتزام. مثلا ليه طالب الطب يكون خلال الخمس سنين ملتزم في المذاكره وكده؟ لانه حول من نفسه من شغف لحاجه اسمها التزام. جدول محاضرات تنتهي لازم ديدلاين لها. فاللي انت بقى عاوز تحول شغفك الالتزام، اعمل جدول ليك وتاسكات قبل ما تصحى. كمثال انا كعبد الله هصحى ورايا مثلا عايز اذاكر النهارده 5 محاضرات، اكتب وانا قبل ما انام على قاعد على السرير كده بدل ما العب في السوشيال ميديا. في السيولوكيتشر مثلا كذا، في الاناتومي، في البايو، في الهيستو. بعد ما رتبت كل المحاضرات بتاعتي انام، اصحى ابدا مذاكرتي. واعمل مثلا لكل مثلا فيسيو محاضره ديت انا اعمل لها 3 شجرات بعمل لها شجرتين واخد بريك. بمعنى انت عندك تاسكات لازم تنتهي، وفي نهايه اليوم لازم تكون خلصت كل التاسكات دي. فانت نفسك ملتزم شويه بدل ما تصحى وقت تفكر انت هتذاكر ايه على مزاجك وهكذا، فاهمني؟ نيجي لنقطه تانية. عبد الله انا بنام في نص الوقت. انا عبد الله بحس بالنعوسه، ودي كلنا بنواجهها. بص يا جماعه، لو انت مقتدر ماليا جيب لك اوميجا 3. اوميجا 3 دوت لا اي حد يجيبه، يعني مش دواء، لا ده حاجه اساسيه كده، يعني مش عايزين نتكلم فوائد دلوقتي، لكن هو بيساعد جدا على الذاكره وبينشط على المدى البعيد، هتلاحظ الفرق كمان اسبوعين ثلاثه. او ظبط نومك، قلل كميه القهوه شويه، يعني اعمل صيام كافيين، اللي هو انا اقعد اسبوع ما اشربش قهوه وبعدها اشرب قهوه، تحس ان هي بتاثر جامد عليك وهتحس ان انت استرجعت تاثيرك للقهوه. تمام. هنرجع لنقطه تانية، حاول تعمل دايت يا تخين يا مقلبز، او انزل الجيم. حاجه زي ديت ممكن تنشطك. انا كعبد الله مثلا في بدايه لما كنت خلصت ثانويه عامه كان وزني كام؟ والله العظيم اقسم بالله كان وزني في حدود 96 او 97 كيلو. لكن انا خسست وزني والله العظيم عشان هدف المذاكره. لما اجي اقعد على المكتب بالشكل ده وانا كنت مقلبص شويه كنت بعاني جامد. حاول تحسن من نفسيتك وافتكر ان ربنا بيشوف اذا كان العبد محتاج ولا لا. فدعوه ليك وانت اصلا في عز ما انت قاعد وطاقتك صفر، تقول يا رب اعني او اقف جنبي، هتلاقي ربنا واقف جنبك وهيزقك. فاهمني؟ الحمد لله خلصت مراجعه 40 محاضره وشويه الفورماتيف والاسئله، يعني بتاعت السنه اللي فاتت احلها وكده، يعني عشان ورايا امتحان بكره. وده كله تقريبا قول بدات مثلا مراجعه الليله دي كلها بالاسئله والفورماتيف تقريبا من بدايه اليوم، يعني قول بقى لي فرد 24 ساعه و25 ساعه، لكن نمت طبعا في نص اليوم، يعني فاهمني؟ في حد دلوقتي ممكن يقول عبد الله هو انت ازاي قدرت تخلص كل المحاضرات ديت؟ الاجابه ببساطه، انا مثلا كعبد الله في اول امتحان ليا قدرت اراجع 20 محاضره في ليله الامتحان. في الامتحان اللي بعده قدرت اراجع 25 محاضره في يوم. الامتحان اللي بعده قدرت اراجع 30 محاضره في اليوم. بمعنى عمر في حياتي ما حطيت
حدود لنفسي. لا، انا المره الجايه هحاول اضغط على نفسي واذاكر محاضرات اكتر. عاوزك تصحى الصبح وخليك ايجابي دايما. لو انت امبارح قدرت واقصى حاجه عندك ذاكرت بس 3 فصول، النهارده اقول انا هقدر اذاكر 4 فصول، وهضغط على نفسي واحط في التاسك بتاعي ان انا اخلص 4 فصول النهارده. خليك ايجابي. انت تلقائيا لما تكون ايجابي، على فكره والله انا مبظه، بس عقلك الباطني هيقتنع لا، انا ممكن اقدر. فاهمني؟ ليه ما قلت بتسالش يعني تسال نفسك تقول هو في ناس تانية ممكن تخلص كميه اكبر مني، وممكن تخلص يعني كميه اكتر مني بكتير قوي، وانا بقدر اخلص كميه بسيطه كده؟ لانك حاطط حدود لنفسك. غيرك حاطط حدود لنفسه زاد عنك فصل، وغيرك حاطط حدود لنفسه اللي هو يقدر يذاكر ازيد منكم انتوا الاثنين فصلين. فليه انت ما تحاولش انك تكون ايجابي وتقول لا انا هقدر اعمل اكتر من كده؟ اصحى الصبح انا هقدر اوصل، اصحى بعده انا هقدر اوصل، بعده انا هجيب امتياز، انا هجيب تقدير مرتفع. انا ما جبتش ده قبل كده، لكن انا هصحى وعندي دايما تفكير ايجابي ان انا هكون احسن من النسخه اللي قبل كده. قارن نفسك بامبارح، اوعى تقارن نفسك بحد تاني. فاهمني؟ يعني اصحى الصبح انا النهارده هسعى واذاكر واضغط على نفسي عشان اكون احسن من امبارح. خلي ده تفكيرك وانت هتصحى مرتاح. يعني هم انك تقارن نفسك بحد تاني هيروح. هتبدا تاخد خطوه لقدام. ليه؟ لانك عرفت انك اخر مره كنت واقف مثلا عند نقطه مثلا بي، بكره هتصحى تاخد مثلا زق انك تروح لسي. بكره عرفت ان انت كنت واقف قبل كده لسي، فتاخد نفسك تزق نفسك لدي. تقدر تقارن نفسك بنفسك. وطول ما انت مستمر بكده هتلاقي فجأة نفسك سبقت الناس دي كلها، وخدت خطوة كبيرة جدا عن الشخص اللي انت كنت اصلا بتقارن نفسك بيه، وبقيت احسن منه بكتير، وهو ذات نفسه اصلا عاوز ياخد منك النصيحة. فاهمني؟ يعني قارن نفسك بنفسك، قارن نفسك بامبارح. ده كان نصيحة عاوز اوجهها عليك مهمة جدا. انا على فكرة استفدت من كلامي، اقسم بالله دلوقتي قلت كلام انا استفدت منه والله العظيم. انا بقول كلام بجد والله، ساعات بيطلع مني كلام حلو. فاسعى عشان حلمك يستاهل تعبك. اعمل فولو على انستجرام بيجي الفيس، وعندك تعمل هنا سبسكرايب لايك كومنت شير. ونفسي اوصل الفيديو ده، نفسي الاقي فيديو وصل 10000 لايك. الحمد لله امتحان الميد اللي فات قفلته. كنت انا وثلاث بنات وولد، يعني انا وولد وثلاث بنات قفلنا الامتحان على الدفعه كلها. وطبعا الحمد لله بنسب الفضل لربنا. والحمد لله بعدها طبعا يعني الاجتهاد اللي احنا بنجتهده، يعني المذاكره كتيره لكن بتعب في حاجه بحبها. اتعب واسعى عشان حلمك يستاهل تعبك. طول ما انت بتتعب وتسهر وتطبق في حاجه انت بتحبها هتنام مرتاح. تمام. انا والله يعني في ناس مفكره ان انا بعمل فيديوز بغرض مثلا الريتش والحاجات دي كلها كده، والله بحب اعمل دوكيومنتري واشاركه والحاجات دي كلها. فاتمنى ان انا ما اكونش عملت لك ازعاج. ف يلا. اتمنى ان اكون افدتك، واتمنى اكون ضيعت وقتك. معك عبد الله الاسمي، طالب في كليه الطب البشري، بحب اعمل دوكيومنتري لكل حاجه في حياتي هنا. يلا عشان نصلي الفجر. ضيعت وقتك، سوري. تنساش بقى سبسكرايب لايك شير. عندك الانستجرام روح يعرفني هناك مسجات احاول ارد عليك. عندك التيك توك بحاول انا اغير مود شويه هناك. يلا نكمل مذاكرتنا. سلام ابطال.